من كانت الأيام والليالي مطاياه سارت به وإن لم يسر يا معشر الأحبة. الأعمار هي أيام وليالي، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فالأيام مراحل تطوى. من كانت الأيام والليالي هي المطايا له سارت به وإن لم يسر، وإن كان واقفا العمر يمشي يمضي من العبد. لهذا يقول القائل: نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أرى مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل. من لم يمت اليوم يغتر بالبقاء في الدنيا، يغره أن أماله الله جل وعلا. وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شاعل. إذا اشتعل الشيب ما بقي شيء من العمر. وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وجاءكم النذير، والنذير فسر بأنه الشيب. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. ماذا يجب الإنسان؟ ما يجد شيء، كله سيغادره وسيلف في لفافة من قماش في متر من الأرض. معشر الأحبة، الدنيا زائلة، فيجب على العبد أن ينظر فيما يقربه إلى الله جل وعلا، وأن ينظر إلى أهل السعادة والتقى، وأن يصحبهم، وأن يقوم بما أوجب الله جل وعلا عليه، فإنه لا يدري متى يفجأه الأجل.